والله ما بعرف، على هوا ما تخلص معي المعامله. واريدك معاملات ان شاء الله. صار لك 4 ايام راكد ورا هي المعامله، دخلك امتى بدها تخلص بقى؟ عم تقلي لي الي؟ ايه انا شو دخلني؟ انت الثاني كنت لاقي لك شي معقب معاملات، اعطي لك يا قرشين وخلص من القصه. هو لو عرفانه معقده كل هالقد كنت سلمتها لمعقد معاملات وارتحت، بس قلت لحالي كلها معامله تسجيل بالتامينات، يعني شو رح تاخذ معي وقت؟ يا دوب ساعه زمان. وهالساعة زمان مطت 4 ايام وهي اليوم الخامس. لك ستي راح لكتير وما بقي غير القليل، وراقي كلها جاهزه وما طال علي غير اني اشتري الطوابع والزقهم على المعامله وناولها للموظف. ايه وبعدين؟ ولا قبلين ابي ادفني الموظف كم يوم زمان لتتوقع المعامله وانتهت السيره. ايه الله يهون عليك يا رب. ومنين بدك تشتري الطوابع؟ نهنيك قله بياعين طوابع يعني؟ يجيب لك معي كم طابع؟ لا كتر خيرك. هلا هذا اللي طلع معك. يلا ستي باي باي. باي باي حبيبتي. باي. يا سيدي هي صورة عن قرار التعيين، وهي صورة عن تاريخ المباشرة. قلت لي انت خادم عسكريه ما هيك؟ هو من زمان يطعمك حجي والناس راجعة. وهي صورة عن قرار الإجازة أيام سوقي لخدمة العلم. ماشي ماشي. وهي صورة عن المباشرة بالدوام بعد انتهاء سوقي لخدمة العلم، اسأل الله هذيك الأيام. وهي تفصيل بيان بالراتب. تفضل. لأنه سنة هاد؟ كل سنين خدمتي، الله وكيلك مأمأة عيون الموظف يلي طلع لي اياه وهو عم يكتبه. شغلته هي، شغلته حبيبي، ما له منية عليك أبدا. ماشي الحال. ايه سيدي، شو بدك مني لسه؟ بدي صورة شخصية. ايه صحيح كنت رح انسى. تفضل. هاي الصور. صورك هدول؟ صوري، لكن صور جارنا. وليش هيك عابس؟ اخي سبحان الله، انا ما بعرف ابتسم وانا عم بتصور، يعني يا اما بفرط من الضحك وبسخسخ، يا اما بعبس وبحط العقده، ما عندي حل وسط ابدا، هيك طبعي. ماشي الحال. ماشي. جبت طوابع؟ لا والله، بقى يا ريت تقلي شو الطوابع المطلوبه لحتى نطلب الراجل لك اياهم واجي. على عيني. بدك طابع مالي ب7 ليرات، وطابع تأمينات بليرتين، وطابع نقابة ب5، وطابع حرفيين ب10، وطابع عمل شعبي ب15، وطابع انماء حضاري ب20، وطابع بحث علمي ب6. بس هدول؟ ايه بس. انت جيبهم تعتبر معاملتك منتهية. يخلي لي اياك، اذا موجودين عندك الزق لي اياهم وانا بحاسبك. ها، شو شايفني بياع طوابع؟ في 100 كشك برا. اوكي، عدم مؤاخذة يا حبيبي، اخطأنا منك السماع. شرف استاذ. يسلم وديات. الله يسلمك. قديش حقهم هدول؟ 48 ليره. ماشي الحال، بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل اخي. عشت. شرف استاذ. شو شايفك قطعت 75 ليرة؟ ولو يا استاذ، شو ما بدك يانا نربح؟ الله وكيلك عينا وحفينا لدبرنا رخصة هالكشك. خلاص مو مشكلة. هلا هدول هن كل الطوابع؟ لا يا استاذ، بقيان طابع التأمينات وطابع النقابة وطابع الحرفيين. ومنين بدي اشتريهم هدول؟ كل واحد من محله. كيف يعني ما فهمت؟ يعني طابع النقابة من نقابتك، ايه، وطابع الحرفيين من نادي الحرف، وطابع التأمينات من التأمينات الاجتماعية. شو الحكي؟ هلا معقولة اطرق مشوار على التأمينات مشان طابع بليرتين، ومشوار على نادي الحرف مشان 10 ليرات؟ والله يا استاذ لو بقدر بخدمك ما بقصر. ماشي الحال اخي، يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا ليش ما عم تصدقيني؟ عم قل لك اخذت تاكسي وطرت على نادي الحرف طيران واشتريت الطابع، بعدين رجعت على النقابة، اشتريت من هنيك طابع النقابة وبشي على التأمينات لاشتري طابع ليرتين تبع التأمينات. ايه اشتريته؟ لا ما لحقت، لاني وصلت الساعة 12 وربع والصندوق بسكر الساعة 12، قالوا لي ارجع ثاني يوم. هلا معقولة تتعطل يوم تاني مشان طابع بليرتين؟ عجبك على هالشغلة؟ الله وكيلك حطيت اجور مواصلات اتحقق طوابع على 10 مرات. وما عرفت تدبره لطابع التأمينات منين من كان؟ كنت حل كيسك شوي وشوف شلون بتدبر الطابع. هلا مو محرزة ندفع رشاوي مشان نشتري طابع انت الثانية؟ تصطفي، انا عم احكي من شانك. انا اللي ما كنت افهمه ليش طابع التأمينات مدلل كتير ونيقع عن الخليقة وما بينباع غير بمؤسسة التأمينات. انت قول شو الطوابع كلها من عين اصلها، خلاص الواحد بيدفع رسوم للمالية عن كل معاملة وخلصت السيرة. هيك بيعملوا بكل دول العالم.
يعني لما بتشتري شيء استمارة مشان أي معاملة بتدفعي ضريبتها دغري، وما في داعي لتنشفي ريقك بتلزيق الطوابع. فعلا هالشغلة ما بينسكت عنها. ما بينسكت منوب، لأنه مو معقولة نفوت على القرن ال21 ونحن بهالعقلية الخنفشارية. على كل حال أنا بكرة بس اشتري طابعي وأمن عليه ولزقه على المعاملة بدي أقدم شكوى رسمية بهالخصوص. لمين؟ لمين يعني؟ لمدير عام الطوابع بالذات، وبكرة بتشوفي. شرف استاذ. يسلموا ايديك. هلا هذا هو الطابع الميمون؟ هذا هو. لا بتسلم لي عينه ما احلاه. بدك صراحة بيستاهل هالطابع يدلل كل هالقد. دخيل عينك بدي اسألك سؤال. تفضل. السيد مدير عام الطوابع والأضابير وين بداوم هذا؟ مديرية الطوابع دوار المتحلق الخامس. ماشي الحال. تفضل أخي. ما في فراطة، يا بدك تصرف يا بسامحنا بالكمالي. لا لا مسامح، دخيل عينك شو التجرة. الله معك. تفضل استاذ. هي كل الطوابع المطلوبة، بس اوعك دخيل عينك ويستر عرضك، دير بالك منيح على طابع التأمينات، هذا مدلل كتير. وليش تأخرت كل هالقد؟ مو على أساس رايح تجيب الطوابع بربع ساعة وترجع؟ صار لك يومين غايب. هيك والله، إلا تمروة مني بعيد عنك. بتريد الزق الطوابع؟ الزقهم عنك؟ أكيد بيكون ريقك نشفان من كتر اللزق. لا يسلموا. رجع بعد أسبوع بتكون المعاملة توقعت من المدير. ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. عفوا يا أنيسة، السيد مدير عام الطوابع والأضابير موجود جوا بمكتبه يا ترى؟ في موعد؟ لا والله هو ما في موعد، بس حابب قابله إذا ما في أسئلة. مين حضرتك؟ ما بيعرفني هو، أنا مواطن عادي وحابب أقدم شكوى. لحظة شوي. تفضل، المدير العام بانتظارك. شكرا لك. يعطيك العافية أستاذ. اهلا وسهلا، تفضل ارتاح. شكرا. خير، شو مشكلتك؟ مو مشكلتي أستاذ، يلي بدي أحكي لك إياه مشكلة عامة. تفضل تفضل، عم بسمعك. يعني يا أستاذ، يلي أنا مستغربه إنه كل شيء بالعالم عم يتكتل ويتوحد ويندمج إلا عنا. عفوا، ما فهمت عليك. يعني أوروبا رح تتوحد، الشركات العملاقة عم تتحد، الأسواق الاقتصادية عم تندمج، ونحن لهلأ ما كنا نعرف نوحد الطوابع يلي عنا. يعني يا أستاذي، طالما في رسوم معينة مفروضة على المواطن لما بيتعامل بأوراق رسمية مع الدولة، بقى ليش ما بتتحصل هالرسوم بطريقة حضارية وعصرية أكثر من هيك؟ شلون يعني؟ يعني بدال ما يشتري طوابع مالية وعمالية وعمل شعبي وتأمينات ومجهود ونقابة ومدري شو، يشتري طابع واحد بقيمة الطوابع كلها، والدوائر بعدين تعمل تنسيق واتفاق مع بعضها، وكل مين بياخد حصته من حق هالطابع. فكرة وجيهة كتير. هاي وحدة أستاذنا. الوحدة الثانية، ليش في طوابع مو مطروحة بالسوق؟ ليش؟ يعني شو الحكمة العظيمة إنه ما ينباع طابع التأمينات مثلا غير بمؤسسة التأمينات؟ يعني معقول المواطن يركب تاكسي لآخر الدنيا ويدفع أجار مواصلات 200 ليرة مشان طابع بليرتين؟ كمان فكرة وجيهة. شو اقتراحك بالموضوع أستاذ؟ اقتراحي يا أستاذنا هو توحيد الطوابع على أقل تقدير. يعني ليش هالطوابع مشتتة ومفرقة ما كنت أعرف؟ يا سيدي خلينا نشعر بوحدة الطوابع على أقل تقدير. ولا بفكرك كمان ما بنقدر نوحد شيء؟ لا لا، بس فكرك بيحاربونا من الخارج يعني؟ مو هذا القصد أستاذ، بس أنا ما بظن الإصلاحات الإدارية والقضاء على الروتين البغيض بقض مضاجع الغرب هذا أمر محلي. ولا قولك الإصلاحات الإدارية ما منمون عليها كمان؟ لا لا لا، مو هيك القصة، بس أنا عم بقول يا سيدي توحيد الطوابع مطلب جماهيري حساس كتير، وإذا كان ما في إمكانية لإقامة هيك وحدة أو اندماج، فيا ريت تنطرح كل الطوابع للبيع بالأسواق وتكون بمتناول المواطن وين ما كان. هو الحقيقة أفكارك معقولة كتير أستاذ، وأنا كمدير عام للطوابع والأضابير وعضو دائم بلجنة تحديث القوانين والقفز على الروتين، وعضو بمؤسسة تطوير العمل الإداري العليا لمواجهة تحديات القرن المقبل، رح أتبنى هالاقتراحات هي وأطرحها للمناقشة بأول اجتماع. يا سيدي بارك الله فيكم،
نحن يا أستاذ بابنا مفتوح دائما ولكل المواطنين، والعصر هذا كما هو معلوم عصر تبادل آراء وحوار، بالإضافة لكونه عصر انفتاح. من شان هيك أنا عم بفتح الباب دائما ولو بعز البرد، وإن شاء الله انتسف من بردي نسف، وكله في سبيل المصلحة العليا. ونحن هون بنهتم بكل شكوى وبأي مقترح وما بنهمل شيء أبدا، وشعارنا الوحيد دائما هو المواطن على حق. يا سيدي أخجلتمونا تماما، والحقيقة الواحد بينبسط كتير لما بيقابل مسؤول واعي ومنفتح وعصري مثل حضرتك. شكرا. بس إذا ممكن في إلي طلب صغير عندك. اتفضل أستاذ. يا ريت المقترحات الجريئة والبناءة اللي حضرتك قلتها تكتبها وتقدم لي إياها. إيه على عيني أستاذ، مو مشكلة، هلأ بكتب لك إياها، أعطيني ورقة وقلم لو سمحت. لا لا، هون ما بيمشي الحال، لازم تقدم شكوى رسمية مشان نقدر نتبناها. كيف يعني أستاذ؟ يعني نزل على الكشك اللي تحت واشتري استمارة وطلب وعبيهم وسجلهم بالديوان بشكل نظامي، وإن شاء الله بصير خير. بسيطة أستاذ، هلأ بكتب الشكوى. بس لا تنسى تحط طابع الشكوى. كمان الشكوى بدها طابع؟ إلا كان كل شيء له أصول حتى يصير قانوني. وين بلاقي هذا الطابع؟ موجود هون يا ترى؟ طبعا لا، شو دخلنا نحن بهيك طابع؟ هذا بتشتريه من مديرية الشكاوي والاعتراضات بالدوار المتحلق الثالث. لا تعليق. تفضل. احترام سيدي. اهلين رقيب حسان، طمني شو صار معك؟ كله تمام سيدي، نقلنا كل المصابين على المستشفى والحمد لله انه ما في ضحايا بالحادث. فعلا الله ستار، مع انه الميكرو قلب 3 قلبات وفات بالمنصف. فعلا سيدي، يعني اللي بيشوف منظر الميكرو بعد الحادثه بيقول ما طلع منه المخبر. وكيف حالة المصابين؟ كلهم بخير سيدي، بس للاسف الشديد في واحد بالعنايه المشدده ولساته غايب عن الوعي. بلغتوا اهاليهم؟ طبعا سيدي، طبعا نبشنا جيوب المصابين وتعرفنا على اسمائهم من خلال اوراقهم الشخصيه. طيب ماشي، الله يعطيكم العافية. بس سيدي لفت نظرنا شغله صغيره اثناء التفتيش. خير، شو هالشغلة؟ ونحن عم نفتش جيوب المصاب تبع العنايه المشدده وجدنا بجيبته خريطه. خريطة؟ خريطة شو؟ ما بعرف سيدي، هي فعلا غريبة. خريطة شو هي ترى؟ في عليها إشارات مبهمة وعلامات غامضة بتخلي الواحد يحتار بأمره. طيب ما سألتوا للزلمة عن هي الخريطة؟ عفوا سيدي، سبق وقلنا لكم انه الزلمه بالعنايه المشدده، يعني غايب عن الوعي، ما عم يقدر يحكي. نعم. ايوه راح عن بالي والله. طيب ماشي، اترك لي هي الخريطة أنت وروح لشغلك، الله يعطيك العافية. حاضر سيدي. الو، احترامي سيدي، أنا إبراهيم المعياري رئيس مخفر حي التايبين. سيدي في مجال اجتمع فيكم 5 دقائق؟ أمرك سيدي، أنا جاي فورا. احترامي. الغريب بالموضوع انه الخريطة بدائية كتير وبخط اليد، بعدين الاشارات غريبة ما مرق علي مثلها، مساقط ومربعات ومثلثات واحداثيات ملعبجة. ما هذا اللي لفت نظرنا سيدي. طيب ما سألتوا الزلمة عن الخريطة؟ المفروض كنتوا تسألوه. عفوا سيدي، سبق وقلت لك انه صاحب الخريطة غايب عن الوعي وبالعناية المشددة. ايوه راح عن بالي. طيب شو قلتك؟ معقول يكون صاحبها حرامي وحاطط اشارات على البيوت والمحلات يلي ناوي يضربها؟ ممكن سيدي، وممكن يكون اخطر من هيك كمان. اخطر من هيك؟ ليش لا؟ التجارب علمتنا انه الما بيحسب ما بيسلم. هذا بزمانه لقطنا واحد. معك حق. وممكن يكون جاسوس مثلا او عميل لشي دولة اجنبية او متورط مع شي جهة معادية. معك حق، كل شي وارد. طيب سيدي، بتحبوا نحط حراسة على المصاب حوالين غرفته بالعناية المشددة؟ مبدئيا نحط لك كم شرطي لبين ما نخبر الجهات المختصة، لانه في احتمال كبير انه هالموضوع ما يكون من اختصاصهم. ماشي سيدي، تأمرونا شي تاني؟ الله معك. احترامي. بالفعل هالخريطة غامضة كتير ومثيرة للشك وفيها رموز غير مفهومة. انتوا ليش ما استجوبتوا للزلمة وعرفتوا منين جايب هالخريطة؟
عفوا سيدي، سبق وقلت لك انه المصاب بالعنايه المشدده وما قدرنا ناخذ منه ولا كلمه. مزبوط، راح عن بالي هالشي. على كل حال نحن مبدئيا حطيناه تحت الحراسه لبينما نتاكد من شكوكنا. خير ما عملتوا. على فكرة شكوكك يلي قلت لي إياها كلياتها منطقية. نحن عملنا قائم على الشك، يعني إذا ما شكينا بكل الناس ما بننجح بشغلنا. كلام سليم سيدي. وأنا عندي حس قوي إنه هالمصادفة ممكن تهدينا على إنسان خطير كتير ومو عادي أبدا. وياما صايرة هيك قصص بتاريخ المخابرات بالعالم. بالفعل سيدي صايره كتير، لانه بزمانه نحن لقطنا. على كل حال اترك هالموضوع إلي وأنا رح أتصرف. أنا رح أبعت مجموعة من عناصري يحاصروا العناية المشددة وأنت بتسحب عناصرك، لأنه يبدو لي إنه هذا الموضوع من اختصاص فرعنا. مثل ما بتأمروا سيدي. يا حكمت بدي تعمل لي دراسة موسعة عن هالشخص هاد. وهي صورته بالبدلة الرسمية، وهي صورته بالملابس العادية، وبدي التقرير يكون على طاولتي خلال يومين أو 3. حاضر سيدي. منين بتحبوا نبدأ؟ بتروح بتسأل أول شيء أهله وجيرانه وزملائه بالشغل. يعني بدي تلخص لي حياته من لما نزل من بطن أمه لليوم. وين خلق؟ وين درس؟ شو تعلم؟ شو ميوله السياسية؟ إله حدا من أقاربه مشبوه بشجرة عيلته؟ يعني هاي الاستقصاءات كلها. حاضر سيدي. بعدين بدي منك تركز على نواحي أساسية، كيف بيفكر، شو بيحكي، كيف بيناقش، ولا تنسى نهائيا وضعه النفسي والاجتماعي والاقتصادي. اوعك، الموضوع حساس كتير وبده اجتهاد. اوعك اوعك. أمرك سيدي. إن شاء الله خلال يومين بكون جبت لك خبره. عفوا، بكون جبت لك كل شيء عنه. ماشي الحال، انصرف هلا. أنت أخو لهالشخص؟ اي نعم، انا اخوه الصغير. حسيت على أخوك شيء مو طبيعي بالفترة الأخيرة؟ يعني بعتقد في شيء من هذا. كيف يعني؟ حدد إجابتك بالضبط. يا سيدي هو بالفترة الأخيرة صار يشرد ويفكر كتير. بشو كان يفكر يوسفون؟ ما بعرف، الله أعلم. أخوك متجوز شيء؟ ايه متجوز وعنده 3 أولاد. طيب، كان يغيب عن البيت فترات طويلة؟ ايه، بالفترة الأخيرة صار يحب يغيب عن البيت. وين كان يروح؟ بيسهر عند رفقاته. طيب وأنت تأكدتي من هالشيء؟ هو هيك كان يقول، بس أنا بصراحة يعني ما تأكدت إذا كان بيسهر عند رفقاته ولا بيروح لشي محل تاني. وليش ما تأكدتي؟ ما بعرف، حسيت يعني ما في ضرورة لهالشي. طيب بدي أسألك هلا، أنت علاقتك أنت وياه كيف؟ عادية. طيب كان يحكي معك كثير أو مثلا هيك يفضفض لي؟ مو دائما، أحيانا كانت تمرق أيام يعني ما يحكي فيها ولا كلمة واحدة، يعني مثل اللي حاطط الحزم بالجرن لا من تمه ولا من كمه. أوف، لهالدرجة؟ طيب شو السبب؟ ما بعرف، علمي علمك. طيب هلا جوزك بحب يسمع أخبار؟ ايه كتير، بتلاقيه عم يلاحق الأخبار ملاحقة من محطة لمحطة. وكيف بيكون رد فعله لما بيسمع الأخبار؟ يعني بيتفاعل معها ولا بيطنش؟ لا ما بيطنش، بيقعد ساعة عم بيبربر مع حاله لما بيسمع خبر بيزعجه. يعني بيتذمر؟ ايه هيك شي. طيب بيقرا جرايد؟ ايه، بيمسك الجريدة من آخر صفحة، يعني بيقرأ آخر صفحة وصفحة الرياضة وبعدين بيلحشها. يعني ما بيقرا أول 4 صفحات؟ لا لا لا، بعمره ما قراهم. طيب حسيتي عليه شيء بالفترة الأخيرة هيك عم يتصرف تصرفات غريبة؟ مثل شو؟ يعني مثلا لما بيحكي على التليفون بيصير بيحكي بصوت واطي، بيجيب معه اوراق هيك بيقفل عليهم مشان ما حدا يشوفهم، بيجتمع مع ناس غرباء، بيلاقي ناس غرباء، بيقعد معهم بيحكي معهم، مثل هيك يعني. ايه في هيك شي. طيب سؤال أخير. طيب ليش كل هالأسئلة؟ في شي يعني؟
لا لا طمني ما في شيء، مثل ما قلت لك شغله احصائيه بحته. بس يعني عفوا، طالما جوزك بالعنايه المشدده، ليش قاعده بالبيت وتاركتيه؟ ما تروحي لعنده؟ مالي تاركته، بس جاية اخذ له غيارات، ولي على قلبي عليه. يا سيدي ما كان عاجبه الشيء، لا الوظيفة ولا الدوام ولا المعاش ولا المركز اللي هو فيه ولا شيء بهالدنيا. يعني زهقان وزهدان وقرفان من كل شيء. قصدك متذمر؟ والله إذا كان هي الكلمة المناسبة معناها متذمر. طيب كان يحكي شيء بالسياسه؟ اي نعم كان يحكي، بس مثله مثل هالناس. كيف يعني؟ يعني من هالاحاديث العادية اللي بسمعها وين ما كان، عن الرواتب والغلا والرشوة، شيء من هذا يعني. طيب ما كان يغمق اكثر من هيك؟ انا من جهتي ما سمعته. حدا منكم يا شباب سمعوا عم بيغمق اكثر من هيك؟ لا لا ما لا سمعنا. ما سمعنا شيء. هي الدراسه كامله سيدي، ما فيها شيء ناقص باذن الله. شو النتيجة اللي طلعتوا فيها؟ انسان غامض، مريب، متذمر، له اهتمامات سياسيه، وضعه المادي تعبان شوي، وفي جوانب مبهمه وغير مفهومه بحياته وعلاقاته. ها معناتها شكوكنا طلعت بمحلها. طبعا سيدي، خصوصي انه الدراسه خلت الشبهات عنه تقوى. اصبح المفروض نحقق معه فورا ونعرف سر الخريطة اللي معه. بس سيدي الزلمه بالعنايه المشدده. بلا مشددة بلا مخففة. شوف حكمات، بتروح مباشرة هلا بتجيب لي إفادته وأقواله بسرعة. امرك سيدي. يلا. ما بيصير يفوت يا اخي، شو هالحكي؟ وضع المريض ما بيسمع. ووضعه الامني ما بيسمح التاجيل، بعد هيك عم بقول لك. رح باعد، بس اذا صار له شيء على مسؤوليتك. لك حبيبي بعد هيك خلصني. تفضل تفضل. ممكن تشيل له الكمامه عن تمه اذا ما فيها خطر على حياته؟ ايه بس مو اكثر من 5 دقائق لانه بحاجه الاكسجين باستمرار. طيب ماشي تفضل. ممكن تنتظرنا برا اذا سمحت؟ يا اخ يا اخ يا معلم. بالسلامة ان شاء الله بالسلامة. هالمخطط هذا بتعرفوا شيء؟ هذا المخطط، هي الخريطة يا اخ. لف لعندي شوي وتفرج على المخطط هذا. أنو خريطة؟ هالخريطة هي اللي كانت بجيبتك يوم الحادثة. أنو حادثة؟ لك شلون أنو حادثة؟ الحادثة اللي قلب فيها الميكرو وجابوك لهون. أنو ميكرو؟ امنت بالله على هالنهار. لك الخريطة هي شبنا طلع فيها منيح. ايه عرفتها. شو بها؟ خريطة شو هي؟ هذا مخطط مو خريطة. مخطط؟ مخطط ايش؟ هذا مخطط سيري اليومي. يعني من كتر ما عم يلحقوني الديانة الخضرجي واللحام والسمان وصاحب البيت ومدري مين كمان، رسمت هالمخطط هاد لأمشي عليه وأهرب من دون ما صادف حدا منهم بوشي. شو هالحكي هاد؟ معقول؟ العم شلون ما خطرت على بالنا هي؟ هلا انت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ معقولة امزح وانا بهالوضع؟ معقولة قابل وش ربي سبحانه وتعالى وانا عم بتمسخر؟ بس دخيل عينك طمني، يا ترى كمشت الشوفير؟ انا شوفير؟ الشوفير يلي عمل الحادثة. هي مو من اختصاصنا، نحن اختصاصنا شغلات اكبر من هيك بكتير. ما احلانا والله وعم نلحق شوفير وممير. يلا معافى، السلام عليكم. تفضل. احترامي سيدي. اهلين رقيب حسان، طمني شو صار معكم بباص الموظفين اللي قلب قبل ساعتين؟ كله تمام سيدي، ونقلنا كل المصابين على المستشفى. ايه منيح، الله يعطيكم العافيه. بس سيدي ونحن عم نفتش جيوب المصابين لفت نظرنا انه لقينا خرائط اشكال الوان. شوف سيدي شوف، كل خريطه شكل وكل خريطه لون. إيه لا تخاف، ما في شيء بيخوف. وهي انا كمان رسمت هيك خريطه، شوف. وانت كمان يا رقيب حسان لازمك هيك خريطه لحتى تمشي عليها. وانا بظن انه كل مواطن شريف بهالبلد لازمه هيك خريطه.